يا رب عنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فاشغله بنفسه واصرفه عنا وعوضنا عنه يا رب من يجبر بخاطرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. ونبدأ الفيديو بقى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة اقول لكم بقى ان الفيديو ده تاني يوم العيد، بس ما كنتش عارفة انزل اي حاجة خالص علشان خاطر النت عندي كان ضعيف جدا وما كنتش عارفة اتصرف ازاي بصراحة. المهم يعني الوقت ده بالظبط كده كان الساعة 10 الصبح، وكان المفروض نقوم نلبس دلوقتي ونصحصح كده ونظبط انا وعيالي علشان نلبس وننزل ونروح ايه التراب، علشان نزور بابا الله يرحمه. تمام. وفعلا بالفعل لبسنا وجهزنا ونزلنا، بس المشكلة ان احنا وصلنا في وقت صلاة الظهر بالظبط. وصلاة الظهر اصلا يعني هناك بيبقى الدنيا زحمة جدا، لان بابا في المدفن اللي هو بتاع في التراب اللي هي تراب السلطان برقوق اللي هو في اللهم صل على النبي في طريق صلاح سالم. فالمكان ده جميل جدا جدا، يعتبر مكان سياحي اصلا. فالوقت ده طبعا كان وقت الصلاة وكان زحمة قوي. وهنا بقى جيت لقيت بقى ماما ولقيت كل اخواتي موجودين، مع اني كنت زعلانة جدا لان كنت متابعاهم في التليفون، وهم كانوا فاكرين ان انا موجودة هنا في التراب قبليهم، وانا جيت بقى بعديهم بكتير. وماما اتصدمت لما عرفت ان انا لسه قاعدة في البيت. هنا بقى لما شفت بقى عيال اختي بموت فيهم، وعيال اخواتي بيوحشوني جدا جدا، لان احنا يعتبر بنتقابل مره واحده. يعني لما بشوف اخواتي بشوفهم مره واحده، هو تاني يوم العيد. تاني يوم العيد ده بالنسبه لنا هو يعني هو العيد كله يعني بالنسبه لي. بحس بفرحة قوي، وبحس ان انا متجمعة كده وسط اخواتي كلهم. غير لما بروح لماما الاقي مثلا اختي هناك، اروح لها مثلا الاقي اخويا بس. لا، ده اليوم الوحيد اللي بنتجمع كلنا، اخواتي ومراتات اخواتي وكده يعني. وهنا كان بابا دايما كان بيجي يقعد معانا القعدة ديت الله يرحمه. كان بيقعد معانا القعدة ديت ونقعد نضحك ونهزر ونفتكر الذكريات الحلوة الجميلة اللي كنا نقرا الفاتحة على خالتي الله يرحمها، برضو كانت مدفونة برضو هنا اهوت. المهم فضلنا نتذكر كل حاجة حلوة، وفضلنا ندعي له وربنا يغفر له ويسامحه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. فابتديت كده اجهز الرحمة علشان خاطر أو نوزع يعني الرحمة وكده، وسبتهم عشان خاطر اروح اقرا الفاتحة على بابا، لاني بحب يعني اقرا الفاتحة وانا واقفة كده قدام القبر بتاعه. قريت الفاتحة ودعيت له ربنا يغفر له ويسامحه ويجعل كده قبره روضة من رياض الجنة. كان نعم الأب، وكان طيب جدا جدا، وما كانش عنده يعني سوء ظن بالناس أبدا، دايما بيحسن الظن لآخر لحظة. بس كده كنت خلاص هنا قريت الفاتحة ودعيت له، وابتديت بقى كده ايه اروح اقعد معاهم. كانت ماما لسه بتصلي، لان ماما ما بتقدرش تقف تصلي يعني وهي واقفة، لان رجليها بتوجعها جدا، ما بتقدرش تستحمل يعني، عندها تعب كده في رجليها. المهم يعني سبتها بقى ايه تصلي كده على بال ما اجهز الرحمة والفاكهة وكده، لان الناس ابتدت تتلم يعني كده من ورا السور وابتدوا يتجمعوا، والصلاة كانت خلاص قربت تخلص، كانت على وشك الانتهاء. فابتديت كده اجهز الدنيا. تمام. واخويا كمان كان خلاص طالع من الجامع وقرب يعني خلاص، ابتدت الناس تتلم اهي زي ما انتم شايفين اهو. اخواتي بقى اخويا احمد جه واخويا تامر وكلهم يعتبروا كده جم خلاص، ومرات اخويا ومرات اخويا التاني هيثم دي كده امنيه بنت اخويا، واللي واقفه هناك دي تبقى بنتي. جت كده بالصدفه ان هما الاتنين لابسين زي بعض. فضلنا نضحك عليهم طبعا لان هم ما كانوش متفقين اساسا على اللبس ولا اي حاجه، فجت كده بالصدفه ان هم لابسين زي بعض. وخدنا بقى صور تذكاريه اللي بناخدها زي كل سنه كده، كل سنه لازم نقف كده ونتصور مع بعض. الصور ديت مش بقول لكم ان هو ده يعتبر العيد بتاعنا، هو العيد هو زياره بابا في قبره، وبنقعد كده نتونس ونضحك ونهزر وكده يعني. المهم يعني واحنا مروحين
عايزه اقول لكم ان فريده قعدت تقول لي يا ماما عايزه العب، ماليش دعوه، مش عارفه ايه، يا بنتي حرام عليكي، ما احنا خلاص قعدنا وخدنا اليوم، لا ما ينفعش معاها، ما ياكلش يعني. المهم ركبتها الحمار، ركبت طبعا الزحاليق الاول واتمرجحت واتظبطت، وبعد كده بقى ركبت ايه الحمار، وقعدت بقى اغني لها اغنيه شاديه شي يا حماري حا يا حماري، قلب عليك من طول مشواري، وقعدت اضحك واهزر معاها. خلص اليوم على كده. وعايزه اقول لكم بقى ان جالي تليفون ان ايه اخواتي جايين يقعدوا معانا يعني ايه شويه بالليل. فطبعا انا يعني مش عارفه، ما كانش في حاجه يعتبر مجهزاها، بس عندي كل حاجه ممكن اطلعها بكل سهوله واعمل كده على طول واشتغل على طول، اخلص على طول الاكل في السريع، يعني كل حاجه عندي في البيت جاهزه. طلعت اللحمه وسلقت اللحمه في السريع، يعني كنت معلقه عليها واللحمه استوت بسرعه جدا. في الوقت ده انا كنت اساسا طلعت ورق العنب من التلاجة، انا كنت جايباه كان ورق اخضر يعني، مش جايباه مجمد ولا اي حاجه، وكنت مفرزاه، طلعته وحطيته كده في الميه كده على طول، الميه السخنه، وطلعته على طول وكنت عملت الخلطه، لان كان عندي اساسا الصلصه جاهزه على طول، الصلصه، وعملت البصله كده والتخديعه بتاعه خلطه المحشي، وكان عندي كمان خضره محشي، عملت كده في السريع زي ما انتم شايفين. ابتديت احشي المحشي كده، بوريكم يعني الطريقه اللي انا بحشي بيها. بحشي على الصينيه، ما بحشيش على ايديا، لان بحس ان الصينيه بتظبط ورقه المحشي قوي يعني. المهم بس كده فضلت الف بقى كده واقول يا رب الحق قبل ما يجوا. هم قالوا لي ان هم جايين على بالليل، يعني على الساعه 10، على 10 بالليل كده، والوقت ده دلوقتي كان تقريبا الساعه 8، كان 8، لان انا اول ما جيت على طول قبل ما اقلع هدومي كنت علقت على اللحمه، قلت اللحمه اهم حاجه ان هي تستوي عندي، يبقى انا كده خلصت يعتبر الاكل كله. فالمهم علقت على اللحمه ولفيت على طول ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، ودخلت بقى بعد كده بعد ما اللحمه استوت خالص، حطيتها في الفرن كده تاخد تحميره بسيطه. شايفين اللحمه دايبه خالص ازاي، انا كنت بدوس عليها كده عشان اوريها لكم ان هي مستويه قوي. وعملت كمان فته، يعني عملت ورق العنب ده كده حله كده صغيره جنب الفته، يعني كتغيير بس مش اكتر. وعملت كده حمصت العيش على بال ما يجوا، وعملت الرز الابيض برضو وجهزته، وكمان عملت الصلصه جهزتها، يعني كل حاجه تعتبر جاهزه تمام. وانا كده في انتظارهم، ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك، وتعملي لي اشتراك في القناه وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.